يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن تحدي بيواجه كتير مننا في حياتنا الشخصية والمهنية، لدرجة إن ناس كتير بتحس إنها تايهة أو بتجري في ساقية. الموازنة بين عدة مشاريع، إزاي تدير مهامك المتعددة بنجاح وذكاء. أغلبنا دلوقتي ما بقاش عنده مشروع واحد بس، ممكن تكون بتدرس وبتشتغل، أو عندك شغل أساسي وبتعمل جنبه مشروعك الخاص، أو حتى عندك أكتر من مسؤولية في البيت والشغل والتعلم. كل ده بيخلينا نحس إن دماغنا مشتتة ومش عارفين نركز في أي حاجة، وبنحس إننا بنجري في ساقية من غير ما ننجز أي حاجة بجد، بل ممكن نكون بنعمل حاجات كتير لكن بنتائج قليلة. الحقيقة إن إدارة أكتر من مشروع أو مهمة في نفس الوقت مش سهلة، وممكن تؤدي للإرهاق وقلة جودة الشغل، وكمان الإحساس بالفشل والإحباط. ممكن تحس إنك بتقضي وقت طويل في التفكير في إيه اللي المفروض تعمله، أكتر من الوقت اللي بتقضيه في الشغل نفسه، وده اسمه إرهاق اتخاذ القرار. لكن الخبر الحلو إن في استراتيجيات وطرق مجربة ومبادئ نفسية هتساعدك تنظم أمورك، تركز في كل مهمة في وقتها، وتنجز كل مشاريعك بنجاح ومن غير ما ترهق نفسك أو تتنازل عن جودة شغل. في الفيديو ده هنشاركك خطوات عملية ومنهجية واضحة جدا، وهنفهمك المبادئ النفسية اللي وراها عشان تقدر تطبقها من النهاردة وتدير مهامك المتعددة بفعالية وتحقق التوازن المطلوب بين كل مشاريعك. يلا بينا نكتشف فن الموازنة الناجحة والذكية. ليه الموازنة بين المشاريع تحدي وإيه الحل؟ التحدي الكبير إننا بنقع في فخ المهام الكتير اللي بتخلينا بنتنقل من حاجة لحاجة بسرعة من غير تركيز، وبنضيع وقت في التبديل بين المهام. Task Switching Cost. الحل مش إنك تقلل مشاريعك لو مش هتقدر أو مش عايز، لكن إنك تغير طريقة إدارتك ليها وتستغل قدرات عقلك البشري بذكاء. خطوات عملية ومبادئ نفسية للموازنة بين مشاريعك المتعددة. الخطوة الأولى: وضح كل مهامك ومشاريعك. Brain Dump and Visualization. المبدأ النفسي: تفريغ العقل يقلل الحمل المعرفي. رؤية كل المهام بصرياً تساعد على التخطيط. قبل ما تبدأ أي حاجة محتاج تعرف كل اللي عليك. فضي كل اللي في دماغك. اكتب كل مشروع أو مهمة وكل اللي مطلوب منك في كل واحدة. ده بيساعدك تشوف الصورة الكاملة وتقلل الإحساس بالضياع أو النسيان، وبيقلل من إرهاق التفكير. نصيحة: ممكن تستخدم أدوات زي تريلو أو أسانا أو نوشن، أو حتى ورقة وقلم ومجرد مايند ماب لكل مشروع. المهم إنك تخرج كل الأفكار من دماغك. الخطوة الثانية: حدد الأولويات لكل مشروع. Prioritization and Impact Assessment. المبدأ النفسي: التركيز على الأهم يمنع إضاعة الوقت في الأقل أهمية. تحديد الأولويات يوجه طاقتك بفعالية. مش كل المشاريع ليها نفس الأهمية أو نفس المواعيد النهائية deadlines. استخدم مصفوفة أيزنهاور: مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير مهم وغير عاجل، عشان تحدد إيه اللي لازم يتعمل دلوقتي وإيه اللي ممكن يتأجل أو يتفوض. ركز على المهام اللي ليها أكبر تأثير على أهدافك طويلة المدى. السؤال: إيه أهم حاجة أقدر أعملها دلوقتي عشان أحرك الأمور للأمام في أهم مشروع؟ وإيه اللي لو عملته هيقلل عدد كبير من المهام التانية؟ الخطوة الثالثة: خصص وقت محدد لكل مشروع. Time blocking and deep work. المبدأ النفسي: التخصيص المسبق للوقت يقلل من إرهاق اتخاذ القرار ويعزز التركيز العميق. بدلاً من التنقل العشوائي، خصص فترات زمنية معينة لكل مشروع في جدولك اليومي أو الأسبوعي. اعتبر المواعيد دي مقدسة وما تتغيرش بسهولة. مثال: من 9 ل 11 الصبح لمشروع ألف العمل العميق، ومن 1 ل 3 الظهر لمشروع ب. لما تشتغل على مشروع معين ركز فيه 100% وما تشتتش نفسك بأي حاجة تانية. الخطوة الرابعة: ركز على مهمة واحدة في كل مرة. Single tasking and flow state. المبدأ النفسي: تعدد المهام مضر بالإنتاجية. التركيز على مهمة واحدة يساعد على الدخول في حالة التدفق flow state اللي بتزيد من الإنجاز. حاول تركز على إنجاز مهمة واحدة صغيرة في المشروع اللي انت شغال عليه لحد ما تخلصها تماماً. ده بيقلل من task switching cost، التكلفة العقلية للتحول بين المهام. لما تخلص مهمة صغيرة بتحس بإنجاز، وده بيديك دفعة نفسية.
نصيحة: ممكن تستخدم تقنية بومودورو، 25 دقيقة تركيز، 5 دقايق راحة، عشان تزود تركيزك وتدخل في حالة التدفق. الخطوة الخامسة: خد استراحات منتظمة Recovery and Cognitive Restoration. المبدأ النفسي: العقل البشري يحتاج لفترات راحة منتظمة لتجديد التركيز والطاقة. عقلك مش آلة، الاستراحات ضرورية عشان تحافظ على تركيزك وتمنع الإرهاق الذهني والجسدي. في الاستراحات دي ابعد تماما عن الشغل، ومتحرك، اشرب حاجة، خد نفس عميق، اعمل حاجة بتفصلك عن الشغل. الخطوة السادسة: مراجعة وتقييم مستمر Reflection and Adaptation. المبدأ النفسي: المراجعة الدورية تسمح بالتكيف وتحسين الاستراتيجيات. في نهاية كل يوم أو أسبوع راجع اللي أنجزته واللي لسه. هل الجدول ماشي مظبوط؟ هل في حاجة محتاجة تتعدل؟ هل في مشاريع ممكن تفوضها أو تتخلى عنها؟ التقييم المستمر بيخليك دايماً على المسار الصحيح وبتتعلم من تجربتك. الخلاصة: أنت القائد ومشاريعك جنودك المدربة. الموازنة بين عدة مشاريع مش سحر، هي مهارة بتتبني بالتدريب والتطبيق الواعي. لما تستخدم الاستراتيجيات دي والمبادئ النفسية اللي وراها، هتحس إنك مش بس بتنجز أكتر، لكن كمان بتتحكم في وقتك وحياتك بشكل أفضل، وده هيجيب لك راحة نفسية كبيرة وجودة حياة أحسن. ابدأ النهاردة بتطبيق خطوة واحدة من دول. يا رب يكون الفيديو ده مفيد وملهم. شاركنا في التعليقات إيه أكتر نصيحة عجبتك وهتطبقها في إدارة مشاريعك المتعددة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.